يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بديت بهذا السؤال لأنه مهمة. هناك داعية، والله إنه ليس بداعية هذا الذي سماه، قال: هناك داعية يأتي في قناة النهار يسمى شمس الدين، وهو يطعن في السنة، وعندما نحذر الناس منه يقول الناس: لماذا لا يحذر منه المشايخ؟ على كل حال أنا لست من المشايخ حتى ألزم بهذا، فأنا صغير كالصغار، لكن مع ذلك أرجو أن أقول كلمة في هذا الداعي. هذا الشخص داعي لا علاقة له بالشريعة، وهو مهرج، وكان الأولى بأهل هذه القناة أن يقتنوا له أنفا أحمرا وشفاها خضراء وقبعة صفراء وبذلة البهلوان حتى يتمكن من أداء دوره كما ينبغي. فإني أقول من هذا المكان المبارك: هذا الرجل خبيث وينطوي على خبيئة سوء، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهديه، أو أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأن شره تمادى وصار يستهزئ من السنة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يهديه إلى الإسلام وإلى الحق، أو أن يأخذه ويريح منه الأمة. وقد ابتلينا بمثل هؤلاء المهرجين الذين اعتلوا منابر القنوات، صاروا يفتون وليس لهم في الفتيا شيء، بل ليس لهم في العلم شيء. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المسلمين وتأويل الجاهلين. راهم الناس يتكلموا الجاهور يتكلم ويعطونه كما قالوا لي، يعني بلغني قناة أذكر أذكر واحدا من هذا الدراويش. شوف أنا أقول لي بلغني بأنه قال نرفع دعوة قضائية بالشيخ عبد الخالق هكذا لما تكلم، لأنه سألوه وتكلم. هذا الرجل لم يترك لا علماء ولا أئمة، لا المتقدمين ولا المتأخرين، إلا تكلم فيهم. هذا الصعلوك هذا بتاع اسمه حتى شمس الدين صعيب عليه، يعني بزاف عليه صراحة، حتى حسن الاسم صراحة. هذا معقول؟ يعني الآن هذا الرجل الذي لم يترك أحدا إلا وتكلم، لكن كما قال هذاك القائل: حسبكم وهذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. اللي متربي بالعلم يتكلم. أعطيكم مثال، مرة هذه سمعتها في هذا اليوتيوب، هذه يحكي يقول لهم يعني الرجل ببغاء، يعني جاهل. إنما المصيبة علاش نقولوا حتى في التعلم لو أنت ما تتكلمش راح الناس يظنوا بلي هذا معلم ولا لا، وراح الناس ينصتون، وراح الناس يستمعون، وراح الناس يأخذونه ويحسبونه كذلك. ولهذا الناس يقولوا احذروا هؤلاء. إنما من باب حماية البلاد والعباد، حماية لو كان جاي يعرف هذا الرجل لعله يسكت، لعلهم يرجعون، لعله يتوب إلى رشده ويتوب إلى ربه ويقلع عن حوبه كما يقولون. سبحان الله. احنا الآن لما تتكلم انت ترد على واحد وتكلم كلام شديد، ما تأخذش العزة بالإثم. شوفوا ايش قالوا فيك الناس، هل هو حق ولا باطل، هل هو صواب ولا خطأ، هل هو فيك ولا مش فيك. إذا مش فيك مستعدين هذا الناس يقولوا أمام الملأ الحاضر والغائب، حتى اللي ما كانش حاضر يقولوا احضر معنا فإنا نستغفر الله فإن قد ظلمنا هذا الرجل لأن قلنا فيه ما ليس فيه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لكن أنت لما تتكلم في الدين وتتكلم في مسائل
وأسلوب التهريج هذا متواتر عند قاعد الزينيين، يقولون لما نحبوا نضحكوا نروحوا لهذه انصحوني، فحقا نقول الأولى ينطبق عليه، يقول هو اللي يقول للناس انصحوني ويدير السماعة ويخلي الناس ينصحون، كان هكذا الأولى، مش هو اللي ينصح لأنه باقي الشيء لا يعطيه. حاب نقول كيف ما راح يتكلم أهل العلم، ولكن للأسف نحن في زمان للأسف الشديد الناس كي يتكلموا في الأمة مش عليه، لما يتكلم الإنسان بحق يحسب ذاك الألم، ولكن الذي ينتظرك عند الله ولا كما قال ربنا سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سبحان الله. يعني لهذا المسألة أقول يؤذن لطالب العلم، يعني صراحة حتى في الطلب تاعو مسكين يلاقي يتكبد ويلاقي يتجلد ويلاقي يتعب ويلاقي هكذا، وباش يكسب يلاقي عبد ويحسب صراحة. وبعدين إن شاء الله يوفقه، لأن الله يوفق الصادقين، يوفق المخلصين، يوفق المحقين، يوفق والله الموفق، فلا موفق إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. كذلك أثناء التعليم والدعوة راح رد بالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أنت متأكد من الله أنت الذي على الحق، إذا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لكن نحن فقط عندنا حاجة اللي نقولها حق نقولها من غير غلو ولا جفاء، من غير زيادة ولا نقصان. حتى هذا ليس هذا إلا عند أهل السنة. انظروا أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. أهل السنة إذا جاء من يقول لهم شيء ينظرون هل هو كائن هل هو صحيح. والله أول من يرجع وأول ما شاء الله من ما شاء الله، لأنه نحن قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا.